في دراسة شهيرة اتعملت على 100 شخص وهم في سن 20. بعد 40 سنة، يعني بعد ما وصلوا تقريبا 60 سنة، رجعوا يشوفوا مين فيهم اللي قدر يحقق نجاح كبير أو حتى نجاح في المعقول. يعني النتيجة كانت مدهشة. واحد بس بقى ثري، 4 عايشين حياة مريحة، 10 لسه على نفس الحالة اللي بدأوا عليها، والباقي يا إما بيتخبطوا في الحياة والحياة عمالة تديهم على وشهم، أو حالتهم المادية صعبة جدا. تعرفين طبعا في دولنا زي دول الشرق أو أفريقيا يمكن النتيجة دي تكون أصعب بكتير. يمكن واحد من كل 1000 أو واحد حتى من كل 10,000 يقدر يوصل للثراء. السؤال المهم هنا، إيه اللي حصل وليه كل الناس اللي كانوا في 20 دول عندهم نفس الحماس وعندهم نفس الطموح انتهى بيهم الحال على كده؟ السر هنا مش في الرغبة ولا في الحماس، إنما في العقلية، أو بنقول عليها المايند سيت.